قرب العيد ومثل ما طلبتوا مني وصفة معمول بالطحين سهلة وخفيفة وطيبة وبتفت وهشة واللي بدكن اياه. شوفوا هالمعمول مع أحلاهن صغار وحلوين ومنغنغين، فيكن تعبون بعلبة حلوة وتقدموهن لعائلاتكم على العيد. كتير كتير طيبة. شوفوا لي قديش هي من جوا حشوتها رائعة، حشيناها باللوز والفستق الحلبي. ومش بس هيك، شوفوا هيدي العجينة كيف هي بتفت وروعة، منا طالعة مثل البسكوت، إنما هي معمول 100% طرية وبتفت ولا أروع. ويلا نعملها. بداية عندي وعاء عميق، بدي بلش بالعجينة. كوب والثلاث أرباع من طحين متعدد الاستعمالات. برجع بضيف فوقه 200 جرام من الزبدة الحيواني. إذا استعملت سمنة بحط 180 جرام من السمنة، بس يشترط تكون حيوانية. هلأ بدي بلش ادعكم بإيدي بهذا الشكل. مهم كتير هيدي الخطوة. ندعكن بس يجمدوا عندي ويتكونوا لعجينة، بوقف دعك. هلأ بدي ريح العجينة تقريبا لمدة 40 ل 50 دقيقة لتسقي عندي. خلينا نحضر الحشوة الطيبة. عندي هون شوية فستق حلبة تقريبا أقل من ربع كوب، وعندي لوز بقشره عادي، بطحنه بيعطي شكل وما بيأثر أبدا. هلأ بدي اطحنهم تقريبا يضلوا خشنين عندي بهيدا الشكل. حطهم بوعاء عميق. وهلأ بدي اضيف لهم تقريبا ملعقة طعام من الحليب البودرة، وتقريبا نص ملعقة طعام من السكر او اكتر بشوي. وعندي هون شوية مي زهر لأعطيه النكهة. وبدي ارجع كمان ضيف شوية مي ورد، وهول بيعطوا كتير نكهة لحشوة المعمول. وعندي هون ملعقتين طعام من الشيرة او القطر السميك يكون عندي، وتقريبا ملعقة طعام من الزبدة. هلأ بدي ادعك هيدي المكونات مع بعضها بشكل منيح. بس ادعكن بشكل منيح طبعا رح يجمدوا عندي ويتلازقوا على بعض. هلأ هيدي الحشوة شوفوا كيف صارت عندي. طبعا بحطها بالبراد. شوفوا جمدت ورائعة صارت، بتنعمل بول بشكل سهل. لحطها بالبراد. وبدنا نرجع للعجينة، شلناها من البراد، انكسر عندي الجات الأزرق للأسف فغيرنا الوعاء. لحط هون ثلث كوب من السكر البودرة، وأيضا ملعقة طعام من القطر السميك، وعندي ربع كوب من الحليب السائل كامل الدسم، شوية مي زهر تقريبا ملعقة شاي، وملعقة شاي مي ورد. وهلأ بدي ادعكم. بنتبه ما كتر كتير مي الزهر ومي الورد مشان ما يأثر على العجينة، يعني السوائل بتأثر عندي على العجينة، فيفترض انه راعيها. هلأ طبعا بدي باشر بدعكم شوي شوي رح يختلط هيدا الحليب والسوائل مع العجينة. مجرد ما يختلطوا رح تصير عندي متلاصقة بهيدا الشكل وكريمي. طبعا هيدي النتيجة اللي بدي احصل عليها. هلأ بحطها على نايلون وبدي غلفها بشكل منيح، وارجع بعدين حطها بالثلاجة تقريبا شي 40 دقيقة لتجمد عندي. هيدي الحشوة مثل ما عم تشوفوا صارت عندي جاهزة. هلأ من بعد 40 دقيقة جمدت عندي العجينة. طبعا بدي رش طحين لأشتغل فيها، ويفترض انه تكون عندي باردة. اذا ما كانت جامدة وما كانت باردة رح تعذبني. بستعين بالطحين وما بكتر كتير لحتى اخلطها شوي اول شي لتاخد على بعضها. وبرجع بفردها بايدي بهيدا الشكل. طبعا رح اشتغل بنص مشان ما يدوب عندي النص التاني مشان الحرارة. حطيت نص بالبراد والنص التاني اشتغلت فيه وفردته بايدي بالطحين. هلأ بدي اقطعهم تقريبا مستوى نفس الحجم كل وحدة. وبدي اعمل شغلة انه بدي احطهم بصينية لانه عندي الطقس حار وبشتغل فيهم وحدة وحدة. مفترض احطهم بالبراد، يعني حطيتهم بالصينية وحطيتهم بالبراد وبشيلهم وحدة وحدة مشان ما يدوبوا عندي، وخاصة اذا عم بشتغل لحالي. هلأ بحشيها بهيدا الشكل بالحشوة. تقريبا الحشوة اصغر من العجينة بشوي، وبحط حص من الفستق الحلبي او اللوز. واذا ما عندي وما بدي استعمل بعلمها بالشوكة بهيدا الشكل، في اعمل اي شكل بدي اياه. هلا فردتن على صينية، بدي ادخلهم على البراد تقريبا شي 20 دقيقة اهم شي، وبنرجع بنخبزهم على حرارة فرن محمى مسبقا درجة الحرارة 180 سلسيوس لمدة 8 ل 9 دقائق بنص الفرن. بحط هيدي الصينية وشوفوا لي هالمعمولات ما اروعهم
عن جد كتير وصفة سهل كتير رح تحبوها، ما بتاخد وقت، والنتيجة كتير روعة. معمول بالطحين أو المعمول الشامي، قدمنا لكم إياه بهيدي الطريقة السهلة، طريقة موثوقة جدا. شوفوا من الداخل كيف طلعت عندي، الحشوة طالعة على القد، العجينة من الدائر طالعة على القد، كتير حلوة ومهضومة. طبعا هلا رح تشوفوا كيف لحفتها بإيدي. أكيد ما بنشتغل فيهم إلا ليبردوا تماما، وهيك بيكونوا عندي جاهزين ورائعين. ما تنسوا وصفة المعمول على القناة الكبيرة، وإلى اللقاء.